بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. اللهم يا الله يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، يا ولي يا كافي، يا حسيب يا مجيب يا مجيد، يا حفيظ يا حافظ يا محصي، يا ذا الفضل العظيم، أسألك بحق اسمك العظيم الأعظم الطيب المبارك الأقدس الأحب إليك، وبأسمائك المباركات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تصلي على سيدنا محمد صلاة كاملة تحفظ بها نفسي وإخواننا المسلمين في لبنان وبيروت ونواحيهما وجميع المسلمين في أنحاء العالم من كل سوء ومن كل ظالم ومن كل جبار عنيد ومن كل أهل البدع والهوى ومن كل ارتكاب عصيان وغفلة، وتهديهم بها حق الهداية. آمين آمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمن الفقير إلى الله الغني القدير المنان محمد عثمان سراج الدين النقشبندي القادري إلى جميع أحبائي الأعزاء في بيروت وفي سائر أنحاء لبنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقلبي لديكم مع الأشواق والدعوات الصالحات والمحبة، ونتمنى من الله تعالى أن يمن عليكم بدوام نعمة الصحة والعافية وإصلاح أموركم الدينية والدنيوية والسعادة الأبدية مع العزة والهناء، وبزيادة الإيمان والتوفيق على توحيد الكلمة بكل المعنى، كما ونرجو أن تكونوا موفقين على صالح الأعمال وعلى كل ما يرضى به ربنا المتعال. يا أحبائي الأعزاء، أنتم تعرفون أن هذا الزمان هو أشر الزمان الذي أخبر عنه سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت الأمارات وأكثر ما قاله عليه أفضل الصلاة وأزكى التحيات والتسليمات في علامات إشراط الساعة من قطع صلة الأرحام وإفشاء الفسق والفجور في إنحاء العالم الإسلامي. ولمثل هذا الزمان قال عليه الصلاة والسلام في آخر حديث: من تمسك يومئذ بدينه فله أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل منكم، فلذلك نوصيكم بالتشمير عن ساق الجد للسعي في إقامة أحكام الدين من الفرائض والنوافل والاجتماع عن المنهيات، إطاعة لله الخالق البريات الرزاق الحافظ الكريم، بحسن الاعتقاد والإخلاص، وبالإحسان بأن تعبدوا ربكم فإن لم تكونوا تراه فإنه يراكم. وعلى ما قال أكثر علماء الظاهر والباطن من المحققين والكملين: لا يحصل إلا الإخلاص لا يحصل إلا الإخلاص ولا الإحسان بهذا المعنى إلا بالسلوك في الطرائق العلية التي سلك فيها السلف الصالحون في عصر السعادة إلى زماننا هذا. ولهذا قيل: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وبالخصوص من بينها الطريقة العلية النقشبندية
فإنها أقرب الطرق إلى الله بالإجماع من الأولياء وأكثر العلماء، لأنها مبنية على كمال متابعة سيدنا مولانا ومقتضانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين، وعلى أساس الصفوة والإخلاص الصديقية رضي الله عنهم. ومن المعلوم المقرر أيضا أن هذه الطريقة العلية النقشبندية هي أسهل الطرق وأسلمها وأقربها للوصول إلى درجات كمال المحبة والإخلاص لله تعالى، لأن السير والسلوك في هذه الطريقة العلية إنما هو بأمداد رابطة الكمل من الأولياء الصالحين الموصلين جزاهم الله خيرا. ولا يوجد مثل هذه النعمة العظيمة في غير طريقتنا العلية النقشبندية. وإلى هذا أشار رئيس الطريقة بالاستقلال سيدنا الشاه نقشبند محمد البخاري بقوله: بدايتنا نهاية سائر الطرق، لأنها المبنية على اندراج النهاية في البداية، ولهذا يسهل السير والسلوك للمريدين. فلهذا يسهل السير والسلوك للمريدين والسالكين كمال السهولة مع السلامة من دسائس النفس الأمارة وإلقاءات الجنود الشياطين المكارة في طريق السير والسلوك، وعلى قدم خاص من البصيرة للسالكين من كسب المحبة وإدراك الوجد والذوق والحلاوة التي لا توجد في سائر الطرق في تلك الأوائل، وبالخصوص في هذا الزمان الضايع من كل الوجوه والجهات، بحيث لا يحصل الفسوق ولا يعد الفجور، وبحيث لا يدرك الناس إلا قليلا من حقيقة الإخلاص لله وفي الله، ولا يعرف سموم حقيقة معرفة الله تعالى إلا أقل من القليل من المريد المخلص السالك السعي بلا غفلة سرا وعلانية، كما قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، أو للمراد الذي أعطاه الله الدرجات العلى من كمال فضله وكرمه وذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده، ويختص برحمته من يشاء، إنه هو البر الرحيم. فنوصيكم مع التأكيد لأن تداوموا على حضور الختم وحلقات الذكر، والدوام على الرابطة والذكر القلبي بكمال الجد والجهد بنية خالصة في سبيل الله، كما قال تعالى: والذين جاهدوا، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أو كما قال وعز من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإنني وإن أظن بنفسي أنني أحوج الأخوان دعواتهم الخيرية، ولكنني لله الحمد والشكر على جزيل أنعامه مستعد لأنواع المحبة والخدمة للمريدين خاصة وإخواننا المسلمين عامة، ولا ننساكم من الدعوات الخيرية، كما لا نقول بكل ما يكون في وسعنا بحسب إخلاصهم واستعدادهم وسعيهم، ونتمنى من الله أن يوفقنا ويوفقكم وسائر إخواننا المسلمين لما يحب ويرى الله،
إنه هو السميع المجيب القدير وبالإجابة جدير. ولا زلتم سالمين من أيدي الظلمة والجبارين وموفقين في طلب رضاء رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم بإعلاء كلمة الحق والدين أجمعين إلى يوم الدين. هذا ودمتم ناصرين لله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا بالله وعليه فليتوكل المتوكلون. وآخر دعوانا الفقير محمد عثمان.